السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين، إن شاء الله تمتعوا بصحة جيدة. ربنا يديكم مساء موضناكم يا جماعة في القناة في قناتنا المتواضعة يا جماعة اللي بيقول أنحت وحقق هدفك يا جماعة. فاليوم بنتكلم عن أشخاص يعني ناس لهم قدرات كبيرة جدا في الاستثمارات. يعني كل واحد يا جماعة له قدرات معينة في اتجاه معين، يعني كل واحد يا جماعة له مكانة في مكان معين، ولكن هناك بعض الأشخاص لهم قدرات كبيرة جدا في تحليل طريقة الاستثمار وبطريقة ناجحة جدا، ولكن في الأخير بس المشكلة أن لديهم مشكلة واحدة فقط. ما هذه هي المشكلة يا جماعة؟ فإذا لاحظتم قليلا يا جماعة هناك بعض أشخاص يعني لديهم قدرات هائلة لتطوير المشاريع و... وحتى تصبح هذه المشاريع مشاريع عملاقة جدا أو على مستوى العالم، ولكن هو شخصيا أو موضوع إن يعمل مشروع لنفسه أو ينجح هو لنفسه، فهذا صعب جدا. هم شطار في إنشاء المشاريع لسه للآخرين، ولكن لأنفسهم فهم لا يستطيعون. هذا هو المشكلة الكبيرة اللي بتواجه في هذا الوقت. على سبيل المثال كان نجي على المهندسين، على حاجة بشكل على المهندسين وما أدراك ما أدراك. المهندسين لديهم قدرات هائلة جدا لإنشاء الأبراج أو الفلل، ولكن لما تيجي عشان هو لما يجي يأسس مشروع خاص به للإنشاء والمقاولات فهذا صعب جدا. لماذا؟ لأنه ليس لديه ثقة بالنفس، أو هذا ما يقولون يريد ال الوظيفة الآمنة في الاستثمار. هذا يقول وظيفة الآمنة، يعني أنت بتاخد مرتب أو بتاخد مرتب نهاية الشهر، فهذا يقول الوظيفة الآمنة يا جماعة في في سياسة البزنس أو في سياسة رواد الأعمال والتجارة. فلما تلقى شخصي لديه قدرات عالية جدا، له قدرات وإمكانيات يعني شخصيا ومعنويا إنه بيفعل كل شيء في القدام. على سبيل المثال فنجي على الدكاترة يا جماعة لهم قدرات عالية على الاستكشاف لكل الأمراض اللي هم عملوا اللي عليهم، ولكن لما نجي على على تدوير ذاته وإنشاء حتى ولو كان معملا صغير لنفسه أو إنشاء مشروع خاص له، فهذا صعب جدا. وقد تكون لاحظت في كثير من هؤلاء الأشخاص فحسب بيواجهوا نفس المشاكل. يا جماعة شوفوا يا جماعة، هناك مقولة دائما رواد الأعمال يا جماعة بيكرروا فيه لقد بدأنا من الصفر. فهذا الموضوع يا جماعة قد يكون صعب جدا أو قد يكون مستحيل لبعض الناس، كونه يقول لك بدأنا من الصفر من لا شيء إلى شيء عظيم، فهذا كبير جدا. فعلى الأقل ما الأقل ما حتستوعب، ولكن إذا ركزت شوية فكرت شوية فعرفت كيف هذا يقول بدأت من الصفر وعملت هذه الأملاك أو أنشأت هذه الشركات من الصفر، كيف فعل ذلك؟ فعليك بالمراجعة هذا الكلمة ودراستها جيدا ودراسة الحلول على الأقل نسبيا. هل يمكن أن يكون هذا القول صحيحا أو يكون هذا مجرد تسويق للآخرين؟ طبعا في أصحاب العقول المتوسطة والعقول العادية يا جماعة فهذا على وجه نظرهم فهذا يعني مستحيل. كونه أبدأ من الصفر وتنشأ مشروع كبير جدا حتى يكون ناجح في الحياة، فهذا مشكلة كبيرة. فنجي نعود الأمور الأخرى الثانية. فإذا أول مرة بتشوف القناة ما تنسى اللايك وشير وسبسكرايب. أتم جديد تحياتي.